عاش لاعبو المباراة النهائية في الصومال يوما كرويا مميزا. هذه المباراة حظيت بدعم كبير من الجماهير والأسر والمسؤولين الصوماليين، وكانت الأجواء التي صاحبت المباراة أشبه بمهرجان رياضي وثقافي كان الجميع فيه رابح. في كل منافسة يجب أن يكون هناك فريق فاز. الحمد لله على الفوز الذي أحرزناه. سنمثل الصومال في كأس جيم، وهذا شرف لنا ولأطفالنا. ما شاء الله قدمنا مستوى كبير. نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز. أتمنى إن شاء الله الفوز بكأس جيم لنحتفل جميعا بفوز الصومال وليس بمدرستنا فقط. إن شاء الله. خسارة مدرسة نيلين لا تعني خسارة الصومال بكأس جيم. تمت هزيمة مدرستي 1-0، ورغم ذلك أهنئ فريق مدرسة مقديشو بفوزه. أهنئ رفاقي الذين قدموا مهارات جميلة، كما أهنئ الفريق الفائز وأتمنى لهم حظا موفقا.